السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل تورتيه ترند كده، قعدت فتره كبيره جدا ترند، بس احنا هنغير فيها حاجات بسيطه، بس برضو هنعملها ان شاء الله يعني فوق الخيال بجد. شكرا للناس اللي بتعلق لي، وربنا يبارك لكم، واتمنى كده نستمر مع بعض على طول، وان شاء الله القناه تكبر بيكم. متنسونيش بقى في اللايك والتعليقات الجميله ده اللايك ده من منسيه فيه. بشوف مشاهدات اقول يا رب لو كل المشاهدات دي لايكات كان الموضوع يعني هيرفع الفيديو. المهم انا عملت تورتيه مقاس 20، وطبعا احنا عملنا يعني تورتيه مقاس 20 دي بكل تفاصيلها قبل كده، وقطعناها مع بعض، كانت فانيليا وشوكولاته وهسيب لكم برضو كل الحاجات اللي احنا عملنا بيها السبونج وخبزناه وكل التفاصيل. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو وارجعوا له، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. وبعد كده هنخش بقى على الطريقه على طول. قطعت تورتيه وقسمت كده الكريمه وجلستها زي ما انتم شايفين، وجلستها ابيض. والتورتايه دي قعدت فتره كبيره جدا. السنه اللي فاتت كانت نازله ترند، وعملتها كتير جدا جدا، يعني عملتها كتير فعلا على القناه القديمه. اللي هي بتاعت اليو ار كود، واللي هي بتاعت الاغاني، ان انت تحطي اغنيه وتطبعي اليو ار كود بتاعها، وبالموبايل كده توجهي على التورتايه تفتح معاكي الاغنيه في العيد ميلاد. بس طبعا احنا هنعمل حاجه تانية خالص احنا هنعمل حاجه قريبه من كده بس مختلفه شويه. هي صاحبه التورتايه كنت انا منزله يعني تورتايه بنفس الفكره، عجبتها قوي. قالت لي بس هو انا ينفع احط عليها صوره شوجر شيت؟ قلت لها تمام. فهي عايزه تعمل نفس التفاصيل. طبعا انا عملت تورتايه على بورد آه صغيره، وبعد كده نقلتها على البورد الكبيره. حطيت كريمه طبعا، اهم حاجه يعني الكريمه عشان تخلي التورتايه ما تتحركش من مكانها. طبعت طبعا صوره شوجر شيت، والتورتايه مقاس 20، فلازم اقلل الطباعه عن عن المقاس 20 مثلا. يعني مثلا اعمل مقاس 17، مقاس 18، ما ازودش عن كده عشان لو في روزتات او حاجه. دي كانت الصوره بتاعتي، وهقول لكم 3 طرق تقدروا تعملوا بيهم الشوجر شيت. عملنا منهم طريقه، ودي الطريقه التانية، والطريقه التالتة برضو هقول لكم عليها كده واحنا شغالين. اول طريقه ان انت ممكن تجيبي الصوره بعد ما تفرديها كده، تفردي عجينه سكر بسمك مثلا نص ملي، وتبتدي تاخدي المقاس بتاع الصوره على عجينه السكر، وتحطي مسحه بسيطه جدا من الميه على عجينه السكر، وتلزقي عليها الصوره. ودي الطريقه المضمونه وطريقه المحلات، وعملناها مع بعض في فيديو. الطريقه التانية بديل النوتيلا. هتجيبي جناش، وهتسيحي معلقتين من الشوكولاته الخام، وهتقلبي الجناش اللي هو بالشوكولاته العادي مع المعلقتين الشوكولاته الخام. هيديكي بديل النوتيلا لو انتي مش عايزه تعملي زيت، وحاسه ان ممكن الطريقه دي تخلي الصوره تكرمش معاكي. والطريقه دي حلوه قوي، وبرده كنا معتمدينها في فيديوهات كتير اللي انا عملتها دلوقتي. الطريقه الثالثه ان انتي بتجيبي مصحه صغيره خالص من الجيلو الشفاف. دي صوره التورتيه اللي مبعوتها لي، ودي التورتيه اللي احنا هنعملها. وعايزه اقول لكم ان انتي لما يجيلك صوره لما تجيلك صورة تورتايه، المفروض ان انت هتنفذيها. لو انت حاسه ان انت مش هتقدري تنفذيها، اتفقي من البدايه ان لا يا جماعه والله انا مش هقدر اعمل التورتايه بنفس الجوده او بنفس التفاصيل. ممكن اعمل لك اقرب حاجه. وكلمه اقرب حاجه دايما بتبقى انت ضامنه كده ان لا قدر الله لو حصل اختلاف، ان والله يا جماعه انا ما قلتلكيش ان انا طب هطلعها لك كربون، لا انا قلت لك هعمل لك اقرب حاجه. فاهميني؟ عشان هي برضو ما يبقاش متوقعه حاجه وفي خيالها حاجه وتيجي تصدم تلاقي حاجه تانية. فالاحسن خليكي في المضمون لو انت مش هتقدري تطلعي الحاجه بنفس الجوده. تمام. التالت طريقه للصوره ان احنا بنجيب مسحه بسيطه كده من الجيلو الشفاف. الجيلو الشفاف، وبنعمل عازل بين الصوره والكريمه. ما هو لو الصوره اتحطت على الكريمه على طول هتعمل فراغات، وهتخلي الصوره دي الكريمه هتخلي الصوره تعمل اللي هو ترطب او تبقى طريه، فهتبتدي الهواء يدخل فهتعمل فقاعات كده والصوره هتكرمش. فالعازل الجيلو. تمام، بس الجيلو الشفاف يكون تقيل، جيلو تقيل نوع يكون تقيل، مش خفيف ميه. طيب انا بقى ما عنديش الوان زيت، ومطلوب مني ان انا اعمل حروف بالشوكولاته وقلوب لونها احمر. فطبعا عملناها برضو مع فيديو قبل كده، اللي هو ان احنا ازاي نحول الالوان الجل لالوان زيت. بجيب نقطه من الزيت واحطها في طبق، واحط عليها نقطه من اللون، واقعد اضربهم فوق، اقلبهم فوق، اقعد اقلبهم لغايه ما اتاكد ان اللون اتغطى بنقطه الزيت او نقطتين، بس ما بكترش عن كده. اول ما احس ان اللون اندمج مع الزيت وقلبته كويس، اروح حاطه عليه الشوكولاته واقلب، هتطلع لي زي الفل زي ما انتم شايفين. تمام. تقدري تعملي كده بكده كل الشوكولاتات، كل الشوكولاتات الالوان اللي انت عايزاها.
تمام. عملناها برضو مع بعض وناس كتيره جربتها وقالت لي والله احنا كده دلوقتي بقينا نجيب الوان ماجيك اللي هي الجل وبنشتغل بيها شوكولاته وكريمه وكل حاجه. ادعوا لي بقى يا جماعه دعوه حلوه كده. طبعا زي ما انتوا شفتوا انا حطيت الصوره باللي هو بديل النوتيلا، وعملت الروزتات وحطيت اللي هي الورقه بتاعت النتيجه كده على البورد. طبعا هو يعتبر الفيديو كان شرح نفسه يعني واحنا بنتكلم، بس انا بجيب لكم التفاصيل المهمه اللي انتوا ممكن تقفوا عليها. هظبط كده المولد بتاعي بكل المطلوب. الاسم هو كان مطلوب هابي بيرث داي مصطفى. اه تقريبا. وقلوب حمراء وكمان فراشات. تقريبا الفراشات كانوا 3 فراشات. انا طبعا كده كده لما باجي اطبع فراشات مش بطبع واحده ولا اتنين، يعني انا مطلوب مني 3 بروح طابعه شيت على بعضه. فانا كنت طالبه في اليوم ده الشيت بتاع الفراشات وكمان النتيجه، عشان النتيجه اللي هي فيها اللي في اول التورتايه دي في البورد، اللي هي بتبقى مكتوب فيها التاريخ بتاع عيد الميلاد. تمام. هظبط كده الحروف كلها وهرصها كده على البورد بتاعتي، وبعد كده هبتدي اثبتها. تمام اهو زي ما انتم شايفين. لا كانت مش هابي بيرثدي، كانت لاف، اي لاف يو مصطفى. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. يعني التورتايه هتطلع تيبيكال اللي هي بعتاها، بس الفرق ان اللي هي بعتاها كانت الاغنيه، ودي اللي صوره جوزها. الروزتات زي ما انتوا شفتوا كده، انا جبت القمع النجمه المفتوح وابتديت اعمل روزته يمين وروزته شمال. هي ما كانتش جايه روزتات ورا بعض بالظبط، هي كانت جايه بنفس الشكل كده بالظبط، وهي ما كانتش عايزه اختلاف. هي حتى الروزته كانت عايزاها بنفس الشكل. رتبت كده الاسم بتاع مصطفى. وطبعا واحنا بنعمل الحروف ساعات بيبقى فيه حروف تحس ان الشوكولاته فيها ما وصلتش الاخر، فزي عامله زي فراغ كده. ممكن اقلب الحرف الناحيه التانية، ينقي الجنب كويس واعمله فيه لو متاح. لكن في حروف لو اتقلبت بتبقى عكس، يعني فاهمني؟ يعني حرف الايه ممكن يتقلب على الناحيه دي او الناحيه دي مثلا، فاهمني؟ المهم ثبتها كده بنقطه، يعني كل حرف بعد ما رصيت كده كله ابتديت احط نقطه صغننه من الشوكولاته بثبتها على البورد. البورد البيضه دي واحده قالت لي ان هي بتجيب البوردات الملونه اللي هي العاديه، علشان دي مش بتبقى موجوده وساعات بسعرها بيبقى مرتفع يعني. وبتجيب اللي هو اللزق اللي هو بتاع الترابيزات اللي هو الابيض، اللي هو اللزق ده اللي هو بيتحط على الترابيزات على الرخام على اي حاجه. وبتعمل وبتاخد مقاس اسمها ايه، البورد، وتلزقها. بتقول برضو بتبقى موفره. بجيب الرول ده على بعضه بيقعد معاها كتير وانا هجرب باذن الله واقول لكم رايي ايه. زي ما انتم شايفين كده. انا ابتديت بعد ما عملت الحروف وظبطتها وثبتها، ابتديت اوزع القلوب برضو. والقلوب دي زي ما انتم عارفين عملتها بنفس الشوكولاته اللي احنا كنا ملونين. ايه رايكم بقى؟ والله العظيم عايزه اقول لكم ان الاضاءه، وناس كتيره كلمتني في الموضوع ده، ظلمه التورتيه جدا بجد. الاضاءه اللي انا كنت واقفه فيها اللمضه كانت ضعيفه جدا، وحاسه ان اللون الاحمر مش باين قوي، يعني مش عارفه، مش احمر احمر كده زي اللي انا يعني في الاخر هوريه لكم يعني في التصوير. ثبت كده الورده زي ما انتم شايفين، وردتين كده عكس بعض، وثبتهم برضو بالشوكولاته بحيث انهم ما يتحركوش مع التورتيه، يروحوا ويجوا كده واحنا بنوصل الاوردر. دي كانت التورتيه بتاعتي، وده كان الفيديو بتاعي. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. يا ريت اللايك بقى والاشتراك في القناه وتعليقاتكم الجميله اللي دايما بتفرحني، وشكرا لكم.